السلام عليكم. مع الفيديو الخامس لأوكروبول أو الأوكروبوليس في أثينا عاصمة اليونان. حقيقي اللي هيجي المكان هنا هيصعب عليه انه يلاقي نفسه انه عايز يمشي. لأن اولا يعني كذا سبب، انه مش ضامن انه يرجع هنا تاني، ومش ضامن ان هيبقى عنده العمر وعنده الصحة وعنده الوقت وعنده القدرة المالية وعنده. لكن الأوكروبوليس بمعابده المختلفة حاجة لازم تتشاف مرة في العمر على الأقل. نصيحتي لكل الناس: حاولوا تيجوا اليونان، حاولوا لو جيتوا اليونان يكون أهدافكم الأولاني أو من أهم أهدافكم إن أنتوا تيجي الأوكروبول أو معابد الأوكروبول. في ناس كتير يجوا اليونان، يروحوا جزر اليونان، يروحوا مصيف، معرفش بيجيلهم الفرصة ان هم يجوا أثينا ولا لأ، لكن حقيقي فكوا كتير. طبعا في ناس هيقولوا ما في عندنا متاحف مثلا في مصر، في متاحف زي بعلبك وفي لبنان، متاحف زي في قرطاج، او مش متاحف، معابد، يا رب ليه بقول متاحف، معبد زي الجم مثلا في تونس، معبد زي الكرنك في لبنان، معابد في مصر، في الأقصر، في أسوان، في كل حتة. لكن الطبع هنا مختلف، المنظر هنا مختلف، المسافة أو المجهود اللي بيتعمل هنا. يعني المعابد في مصر كلها في أراضي مسطحة، يعني مفيش معبد في منطقة عالية، اللي زي ما كنت غلطان يعني. كرنك برضو مش فاكر ان انا طلعت له مسافه، الجيم في تونس ما طلعتوش مسافه، قرطاج برضو ما طلعتوش. معرفش في بقيه المعابد في البلاد التانية ازاي، بس هنا المعبد هنا حقيقي ده مجهود ان الواحد يطلع لها المعابد اللي هي الاوكروبول، ويستاهل، يستاهل المجهود، يستاهل ان الواحد يكون موجود هنا، يستاهل ان الواحد يجي هنا، يستاهل. هي بس زي ما بقول المشكله في الطلوع له، مش عمليه سهله ابدا للناس الاصحاء حتى يعني او الصغيرين، فما بالك للي هم يعني ممكن تكون صحتهم شويه او سنهم متقدم شويه. عشان كده بقول حاولوا وانتوا في سن وفي صحة وقدرة مادية ان انتوا تيجوا هنا، استمتعوا بيها. المنظر ده لازم يتشاف، المنظر ده حقيقي منظر رائع، منظر حلو، منظر يستاهل ان الواحد يجيه ويتعب له ويتبسط بيه. وان شاء الله فيديوهات تانية في أثينا ان شاء الله وفي بلاد تانية. طبعا ما تنسوش تشتركوا في قناتي هنا في اليوتيوب وقناتي هنا في التيك توك، وتعملوا شير، فعلوا جرس التنبيهات، لايكاتكم طبعا وتعليقاتكم. المنظر انا فعلا مش عايز انزل واسيبه، المنظر رائع يعني، ما اقدرش اقول كده، منظر يستاهل، منظر حرام ان الواحد يسيبه، ويعلم الواحد هيشوفه تاني امتى تاني. والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.